شنو الفرق بين مدارس اليابان ومدارسنا؟ والله بهاي الحلقة راح تعرف معلومات صادمة عن مدارس اليابان، وراح تعرف ليش دولة اليابان يسموها كوكب اليابان. يعني كل العالم، هذا العالم اللي بالكرة الأرضية بكوكب واحدة، واليابان بكوكب ثاني تماما. تخيل بس انه طالب اليابان اول ما يروح للدوام قبل لا يفوت للمدرسة تكرمون يبدل حذائه، ينزع الحذاء اللي كان لابسه ويلبس حذاء جديد ويفوت فيه للمدرسة، مع العلم انه شوارع اليابان شوارع جدا نظيفة، بس مع ذلك المدرسة عندهم شيء جدا مقدس. يبدأ الدوام مالتهم الساعة 8:30 الصبح، وتخيلوا وياي بالصف كم طالب موجود؟ موجود اقل من 20 طالب، وكل طالب الا رحلة خاصة به. والشيء الحلو تريد تدرس بكتب، تريد تجيب وياك ايباد، تريد تجيب وياك لابتوب، ماكو اي مانع. حتى الموبايل مسموح به، بس اكو قانون خاص للموبايل، انك عادي تاخذ موبايلك وياك للمدرسة، بس من تفوت للصف الاستاذ ياخذ منك الموبايل، من تخلصون يرجع لك اياه من جديد. ومع الوقت الصف يتوسخ، فهم مسوين قانون انه خلال ايام الاسبوع عندك تقريبا يوم او يومين شكو طالب موجود بالصف مجبور انه ينظف الصف، يعني مجموعه من الطلاب يلتمون على الصف وينظفوه. والشيء الاحلى اكو احترام بين طالب وطالب وبين الطالب والاستاذ. تخيل هناك الاستاذ يصيح للطالب باسماء مثلا كن او سان. شنو معناها؟ معناها المحترم، يعني مثلا يقول له محمد كن، علي سان معناها علي المحترم، محمد المحترم. بس شوف الاحترام هناك، يعني عيب اذا واحد قال بس اسم محمد يعني بدون ما يضيف له شيء، فيستعملون كن او سان دلاله على الاحترام. والدرس بالصف مثل ما قلنا ان هم اعدادهم قليله، فيكون اكو نقاش بينهم وبين الاستاذ، يعني كل من ينطي رايه بالموضوع، يتناقشون على الموضوع اللي جاي يدرسوه. ومثلا اذا اكو طالب كان عنده سؤال يريد يساله للاستاذ، احنا بالعراق عندنا الطالب يخلص الاستاذ او اذا كان مدرس باليابان، وهاي ما اعتقد موجوده بكل المدارس، بس اكو حركات يسويها الطالب بحيث يوصل الشيء اللي يريده للاستاذ. مثلا اذا سوى ايده بهذا الشكل معناها انه هو فاهم الدرس، اذا رفع اصبعه بهذا الشكل معناها عنده اضافه يريد يضيف للنقاش، اذا رفع ايده بهذا الشكل معناها عنده سؤال، واذا رفع ايده بهذا الشكل معناها عنده راي مخالف. والاهم من يخلص الدرس الجرس عندهم عباره عن موسيقى جدا هادئه. شوف ايش قد فرق بين الجرس مالتهم والجرس مالتنا اللي يستخدموه بعض المدارس بالعراق. هذا الجرس مال يعني هذا والله اكثر من مره الجرس منززني، خصوصا اذا انا اكون جواه، يعني صوته جدا مزعج حتى اذنك يزرفها. يعني هذا الجرس مال طق 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 احلى بهواي من عنده. بعد ما يدق الجرس بمدارس اليابان الطلاب كلها توقف ويحيون للاستاذ. شلون التحيه مالتهم؟ هاي التحيه اليابانيه المعروفه انه يخلون ايديهم على ركبتهم ويسوون هيك. وخلال الدوام اكيد محتاجين الاكل، فالاكل مالتهم يبدا الساعه 12 الظهر. فنظام الاكل باليابان يختلف بين مدرسه ومدرسه. فمثلا اكو مدرسه هي توفر اكل للطلاب، وتوقع من اللي يصبوا الاكل للطلاب هم الطلاب نفسهم. يعني جدا طبيعي انت بهذا الصف تشوف اللي يصب لك الاكل طالب من الصف الثاني. او النظام الثاني انه يحضرون اكلهم من البيت ويجيبوه للمدرسه وياكلون. والنوعيه الثالثه انه يشترون الاكل، ويا اما ياكلون بمكانات مخصصه للاكل او ياكلون بالصف مالتهم. بس نرجع على نقطه انه اكو طلاب يصبون اكل الطلاب ثانيين. ليش يصبون اكل؟ باوع هناك بمدارس اليابان الطلاب تسوي فعاليات مختلفه، مثلا اكو طالب يصب اكل، اكو طالب ينظف الصف، اكو طالب ينظف المدرسه، تكرمون اكو طالب ينظف الصحيات، اكو طالب يسقي الزرع، اكو طالب ينظف الحديقه، اكو طالب يزرع ورود. بالنسبه للنظام الدراسي اللي عندهم فمثل الموجود عندنا بالعراق، 6 سنوات بالابتدائيه، 3 سنوات متوسطه، 3 سنوات اعداديه، و4 سنوات جامعه. وطبعا ملاحظه جدا مهمه، التدريس هناك اجباري، يعني ماكو طالب يفلت من المدرسه. وعندهم هماتين دوام مسائي. الدوام المسائي من مخليهم اكيد يعني هم اليابانيين اذكياء وراح ينجحون بكل المواد، فالمسائي يعني غالبا مو على مود الطلاب اللي رسبوا اكثر من سنه. الدوام المسائي مخلينه للشخص اللي يعني تقدر تقول انه هو خالف النظام وكان يتهرب من دوام الابتدائيه، او للناس اللي جايه من خارج اليابان مثلا من غير دوله ويردون يكملون دراسه باليابان، فعندهم دوام مسائي يداومون هناك. بالنهايه اكتب لي شنو اكثر معلومه عجبتك بمدارس اليابان، او شنو هي اغرب معلومه سمعتها عن هاي المدارس. كل التوفيق ان شاء الله، اشوفكم بفيديو ثاني.